كابتن، مباراتنا غدا مع المنتخب الاسترالي في للشباب مع الكابتن عماد محمد. نعم. كيف ترى مباراة غدا؟ مباراة حاسمة. والله انا اشوف انه منتخب الشباب المفروض يعني مو الان وانما من الان فصاعدا يجب ان نهتم في الكوادر الشابه حتى نهيئهم للمستقبل. نعم. فاحنا اسيا واجهناها بكثير من المقابلات وليس من الصعوبه ان نتخطاها، واتمنى انه يثبتون وجود غدا مع استراليا حتى يتاهلون الى الدور الرباعي ان شاء الله. هل ترى ان عماد محمد انه خلينا نقول على قولة اهلنا العراقيين كفو وقادر على اجتياز المنتخب الاسترالي في تشكيله انه راح يحسمها؟ بالتاكيد هو طالما وصل الى دور يعني لا باس به، بالتاكيد انه يمتلك فد ميزه جيده ونتمنى له التوفيق بلا شك، انه عراقي. اخر كلمه كم تتوقع النتيجه؟ اتوقع النتيجه اقل تقدير تعادل، بس منتخبنا شويه يعني يروحون للجزاء قصدك؟ نعم يروحون للجزاء. نعم التعادل والتمديد الوقت يروح للجزاء، هذا اللي اقل تقدير. يعني الكفه الارجح نقول للمنتخب العراقي طالما تخطى السعوديه والفرق الاخرى، فبالتاكيد راح يكون له بصمه جيده. شكرا لك كابتن.